احذر من التداول اليومي، اللي هو ان انت تشتري سهم ونيتك ان انت تبيعه في نفس اليوم او بعد ساعة او بعد ساعتين، لان مش بس اكتر من 90% من الناس دول بتخسر، الا ان حتى الحبة اللي المفروض ان هم بيكسبوا لو كسب في الاول بتبقى بالصدفة فترة صغيرة، وفي النهاية بيخسر حتى لو الحظ خدمه لمدة سنة، تلاقيه اكل من راس ماله في الاخر. في خلال ال21 سنة اللي أنا فيهم في موضوع البورصة من سنة 2005 ما شفتش حد شغال بالطريقة دي بيكسب، ما عدا اللي بيعمل حاجة واحدة، اللي بيشتري السهم حتى وإن كانت نيته إن هو يبيعه في نفس اليوم، لكن ما عندوش أي مشكلة إن هو يحتفظ بيه لو التريدة ما نفعتش، بمعنى إن هو ممكن يستنى بيه أسبوعين ثلاثة أو حتى شهر، وبالتالي هو لا يستخدم رفعة مالية، يعني مش واخد قرض وأصلا مش عامل وقف خسارة. ده السيناريو الوحيد اللي شفته في ال21 سنة اللي ممكن التداول اليومي يؤدي إلى محصلة إيجابية، وأنا بقيس على سنين، ما تجيش تقول لي في حد بيكسب بقاله 3 شهور بالصدفة. أنا محمد فاروق بقالي 21 سنة في المجال ده، ولو عايز تتعلم البورصة صح وتتعلم تحليل الأسهم والأسواق المالية من واحد محترف، هتلاقي جروب تعليمي مجاني في الصفحة الرئيسية في القناة.